السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم هدى من قناة حياتك أجمل مع هدى. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد، وحبيت أبدأه معاكم بالأمير الصغير وهو رايح الحضانة بتاعته لأول مرة. حضرت له كده ترنج حلو. تمام. وهنا بقى كنت شارية شوية حاجات، يعني شيبسيات وعصاير بقى لزوم بقى الحضانة. المامز اللي عندها اولاد في المدارس وفي الحضانة عارفة انا بتكلم ايه. الحاجات دي ضرورية جدا، فجبت حاجات معايا بزيادة عشان خاطر مش كل شوية يعني انزل اشتري له حاجة وكده. على الاقل تكفيني مثلا يومين 3 على ما انزل تاني وابقى اشتري له. وطبعا هو في الوقت ده كان نايم لسه مصحاش، فقلت ايه هجهز له ايه الساندوتشات. وهو بيحب جدا جدا القرصة اللي هي بالشوكولاتة دي، ف هعمل له ساندوتش واحدة. تمام. وهديله قرصة. تمام. ودي برضو جبنة رومي ولانشون وحليب. طبعا عندي ابني من نوع لما بيصحى من النوم ما بيحبش يفطر خالص، على طول كده على الريق. فكنت عايزه اعمل له كوبايه حليب وكده، بس مرضاش الصراحه ان هو يشربها. فقلت يعني مش مشكله. المهم يا اخواتي، العيش ده جدا، يعني العيش الفينو ده حلو ومشبع، يعني الحجم بتاعه حلو للطفل ان هو يشبعه. وانا ابني اصلا من النوع اللي هو ما بياكلش، بس ضروري جدا ان انا يعني اكلته خفيفه جدا. دايما بينسى نفسه في الاكل، بس ضروري ان انا اديله سندوتشات معاه. وحتى لو انت ابنك ما بياكلش وبرده ضعيف، هو لا، لما يلعب، طبعا الحضانه بتاعت مالك فيها كيدز، فالطفل لما بيلعب وبيحصل النشاط ده وبيتحرك وكده، اوريدي هيجوع غصب عنه وهياكل. فدي حاجه حلوه جدا، والنشاط برضو حلو للطفل. طيب، انا وديت ابني الحضانة من سن 3 سنوات. تمام. وللأسف اول حضانة دخلتها له ما كملش فيها يومين 3 وقعد، لانها كانت سيئة جدا وما حبهاش الصراحة. نعم. عايزه اقول لكم الحضانه كانت سيئه جدا جدا. عملت عقده للطفل، رغم ان انا كنت جايبه له شنطته، يلا يا حبيب قلبي عشان ننزل نجيب الشنطه بتاعه الحضانه، ويلا عشان خاطر اجيب لك ترنجات وهدوم جديده عشان تروح بيها الحضانه احسن من اللي عندك. فالطفل كان مبسوط جدا، يعني كان مبسوط ان هو رايح الحضانه. فعايزه اقول لكم ان هو اول ما دخل الحضانة اصلا، يعني اول يوم كان سعيد ومبسوط جدا. اول ما جبته انا مش عايزة اروح الحضانة تاني. فاول حضانة، اول تجربة دي كان الصراحة كانت سيئة جدا، وكانت حضانة وحشة رغم ان هي كانت غالية. كانت ب 600 جنيه ايام الرخص. شوفوا دلوقتي هي معدية 1000 وزيادة، بس صراحة للأمانة ما كانتش حلوة. المهم انتوا شايفين انا بعمل ايه وبحضر له ايه الساندوتشات والحاجات بتاعته، يعني والحاجات اللي انا اديتها له يعني معاه. هنا بقى كنت بديله عصير وكده. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الحضانه دي انا وديتها له من عمر 4 سنين، والحمد لله الحمد لله. بصوا، هي الحضانه دي اصلا جنب بيتي وهي خاصه لغايه، فهي من اختياري. وفي نفس الوقت كل ما كنت بقول له يلا حبيب قلبي عشان نروح الحضانه، لا مش رايح الحضانه، ما تجيبليش سيره الحضانه، اللي هو عنده رفض شديد لدرجه ان هو ممكن يعيط. فالمهم يعني انا بحكي التجربه دي عشان لو في مامز وكده ابنها بيمر بالحاجه دي، تبقى هي يعني عارفه. بصي، هو كده كده الطفل هيتعود. تمام. بس بيبقى في حضانه كده هو اوريدي الطفل ارتاح لها. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا رحت اسال على الحضانه دي، وهي اصلا كانت اول اختيار ليا. الحقيقه حبها جدا، ويلا يا ماما عشان عايزه اروح الحضانه. طبعا دفعت له المصاريف ووديته. تمام.
الصراحة حبها جدا، واللي هو بقى بيصحى من النوم الصبح يصحيني عشان اوديه الكلاس بتاعه. فبجد هي حلوة جدا، وانا مبسوطة جدا ان هو راح الحضانة. حبيت اشارك معاكم الفرحة دي عشان والله العظيم حاسة ان انا اول يوم انا في الروضة بتاعتي مش ابني. تمام. عارفين انتوا الفرحة دي. كمان لما وديته وانا بوديه الحضانة كده ليها شعور مختلف خالص، خاصة للامهات اللي هي مامز لاول مرة. تمام. هنا بقى في الشموسة القمر دي كنت خلاص روحت بقى وقلت هعمل لي كده سندوتشات، وكان في عندي برضو قرصة اللي هي بالعجوة دي. عايزة اقول لكم انا اللي عاملاها وناعمة جدا وطعمها تحفة. فقلت اعمل لي كوبايه شاي قمر كده واقعد في الشموسه القمر دي. بحب الصراحه انا يعني وقت الصبح الحمد لله من ساعه لما مالك وديته الحضانه والنوم بتاعه اتظبط ونومي اتظبط. يعني الحياه اختلفت بجد، اللي هو بقيت بصحى بدري وبنام. يعني بننام انا وهو مع بعض على الساعة 10 كده، بنبقى انا وهو نايمين. ده وغير اوريدي لما بيرجع من الحضانة باخده في حضني كده وبنقيل، يعني بنقيل زي الارياف كده والبلدان التانية. بنقيل يا جماعة شوية. المهم فطرت الفطار القمر بتاعي ده، وهنا كنت عايزة اضاءة عالية عشان اوريكم. انا طبعا النيش بتاعي عايزة اقول لكم يعني كنت داخله في سنه اهو ما عملتوش. نفسي مسدوده وحرفيا ما كانش ليا نفس لاي حاجه، و ما فيش ساعات الواحد بيجي عليه وقت كده ما بيكونش قادر ان هو يعمل حاجه، بتبقى نفسه مسدوده، بيبقى عنده طاقه سلبيه، مش بيبقى احسن حاجه. فالصراحه قلت له لا انت كفايه عليك كده حبيبي يا قمر. وطبعا النيش عايزه اقول لكم الحاجات بتاعتي كانت اكتر من كده، يعني يمكن انتوا شايفينها كتيره بس هي كانت اكتر من كده بكتير. بس بقى قعدت اوزع بقى وبهدل في حاجتي وادي ده وادي ده وادي دي لحد ما حرفيا النيش بتاعي يعني خس. يعني الحاجات بتاعته كانت اكتر من كده وكانت كيوت قوي وجميله قوي. وكان في الكوبايات اللي هي الطويله المذهبه دي. وتشكيلات كتير بقى. بص انا بحب جدا الديكور وبحب الدلع وبحب ان انا اظهر جمال بيتي بالحاجات دي. وليا فن، يعني انا ليا كده رصة معينة وكل واحدة وذوقها يعني عامة. فعايزة اقول لكم ان انا يعني كان بقالي داخلة في سنة ما عملتوش. خلاص نزلته وقلت بقى ايه هظبطه وهعمله، لان ده بيبقى عايز دماغ وعايز تركيز. والصراحه الحاجات بتاعته كتير فبيبقى محتاج مني بقى مجهود وتركيز. والحمد لله ربنا قدرني وعاني ان انا اخلصه وخليته صراحه زي الفل. المهم بقى اتفاجئت بقى ان يعني مش عارفه انا اللي موجودين في البيت كانوا بيكسروا الحاجه ويرجعها لي مكسوره تاني في النيش، ما يرموها. يعني شلت حاجات كتير قوي كانت مكسوره. ف ضايقت جدا الصراحه، بس عادي يعني. كنت بطلع حاجات كتير من نيش كده لله وحاجات كنت بديها لناس وكده. بس يلا الحمد لله وربنا يعوض يا رب بالاحسن والافضل. شايفين الطبق الكيوت القمر ده؟ وعايزه اقول لكم خفيف جدا والله، وزعلت ان هو باظ. بصوا انا دايما كنت بفرش مفروشات على الازاز بتاع النيش. انا عندي الازاز في ازاز من جوه والازاز اللي هي المفروض بنحط عليه الكاسات والحاجات بتاعتنا. فبصوا انا عندي النظافه هي كده، ده القمايه. المهم دعكته دعكه محترمه كده. تمام. وبعد كده ابتديت بقى يعني ايه اعمل. وكده كده المفروشات اللي على الارض دي اصلا هتتشال وهتتغسل. تمام، سواء الحافظه او غيرها. طبعا حبيت اوريكم كده بس حاجه بسيطه كده. تمام. وهنا مرضتش اشارك معاكم بقى راسي كله للنيش لانه الصراحه كان مجهد جدا ومحتاج مني طاقه وتركيز عملاق. بصوا القمر، بصوا القمر. هنا بقى الراحه النفسيه كلها هي ساعه ما بنخلص حاجه كده وننضفها ونخليها تلمع. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. والنيش كان شكله تحفه. تمام، تحفه، هو تحفه فنيه الصراحه. بس عايزه اقول لكم ان انا مش من الناس اللي هي بتفضل يعني ايه
حطاه كده حاجة اثرية في البيت، لا طلعي من حاجتك وطلعي احلى فنجال واحلى كوباية اشربي فيها مية، طلعي احلى فنجال شاي، فنجال قهوة، طلعي واستخدمي حاجتك وتهني بيها. مستنية ايه يعني لما تموتي بعد الشر، ولما لا قدر الله يحصل لك حاجة وبعد كده تقولي يا ريتني كنت استخدمت حاجتي وتهنيت بيها؟ انا مش مع الناس الصراحة اللي بتقول كده. انا طلعي حاجتك حبيبة قلبي واستخدميها، وعادي رجعيها تاني مكان عادي مش مشكلة، بس استخدميها تاني بيها، مش حاجة اثرية. بصوا هنا كنت بوريكم، يعني كنت رحت السوق، مالك حبيب قلبي طلب مني محشي اخيرا، فقلت يلا مش مشكلة. طبعا ده قبل ما اجيبه من الحضانة رحت كده اتسوقت وخدت تاكسي طبعا، عشان انا بقالي فترة ظهري تعبني جدا، فحبيت ان انا اتسوق شوية الحاجات حتى لو بسيطة، يعني اخد تاكسي عشان خاطر يعني ظهري تعبني بمعنى كلمة تعبني. المهم حبايبي، الشنطة اللي كان فيها الزيت والسكر دي شنطة كده انا بعملها كل شهر بطلعها لله. بصوا على قد ما بقدر بقى، على قد محتوياتها، بيبقى فيها مثلا مكرونة، بيبقى فيها رز، بيبقى فيها باكو شاي، ازازة زيت. بص على قد ما بقدر اطلع حاجة لله، ده غير الحاجات بقى اللي ممكن تطلعيها لله مثلا بفلوس او باعمال تانية يعني من غير ذكر اسمائها. عايزه اقول لكم ان مفيش بركه في الحياه ومفيش بركه في رزق الا انتي بتنفقي من رزقك ده على حد غلبان، على حد يتيم، على حد. بصوا خصوصا اليتيم ده انتي لو مسحتي ايدك كده بس على راسه جزائها كبير قوي عند ربنا. عامله لي كوبايه ليمون بقى وقاعده في البلكونه، قاعده حلوه كده ورواق. المهم يا بنات، معلش لو في الفويس صوت اللي انا بسجله على الفيديو بعض الهوا، يعني الهوا بقاله فتره كده متظبط، بالليل بيبقى فيه شويه طراوه كده، فانا قاعده في البلكونه ومالك قاعد قدامي اهو. فبصوا جبت شويه فواكه، يعني تفاح، مشمش، 3 انواع عنب، عشان مالك بيحب 3 انواع عنب، يعني بيحب، يقول لي بيحب الاخضر والاحمر واللي هو اللي بيبقى لونه اسود ده، تمام. ومشمش، وجبت كنتالوب، وجبت بطيخه. طبعا مفيش غير انا وابني في البيت، بس ورد حد يجيلي، وانا بحب الخير يكون زياده في البيت. وعايزه اقول لكم ان انا من النوعيه اللي مش بنزل كل يوم السوق وبتسوق وكده، ممكن مثلا كل اسبوع، كل 4 ايام، على حسب ما مثلا فواكه بتخلص، خضار بيخلص كده، بنزل اتسوق. المهم حبايبي، كنا بنقول ايه؟ كنت بقول ان طلعوا اي حاجة لله. بصي اي حاجة، مبلغ بسيط، اشتري مثلا تسويقة بسيطة على قد امكانياتك، واديها لحد فقير، حد يعني حد تعبان. بصي اعملي اي خير، الخير ده هيرجع لك اضعاف 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 اضعاف. ودايما زي ما بتطلعي الحاجه لله، يعني انا عندي زي تموين تموين، ايوه قلتها صح. فالواحد بيحب يستخدم الزيت النضيف، طبعا استخدم الزيت التموين عادي، بس لازم اما تطلعي الحاجه لحد لازم تطلعيها احلى ما انتي متمنياها لنفسك، او زي ما هتطبخيها لبيتك لاولادك، لازم تطلعي احلى حاجه، تمام. صدقوني مفيش حاجه بتنفقيها لله وتروح كده لسبيل ربنا وبتروح لله كده الا وربنا رجع لك اضعاف اضعاف الحاجه دي. ومفيش حاجه اسمها بتروح، لا، مفيش حاجه بتروح ابدا، بالعكس ربنا بيبارك في رزقك، وبيبارك في اولادك، بيبارك في صحتك، بيبارك في حياتك، بيبارك في كل حاجه ممكن تتخيليها. طيب يا حبايبي، هنا بقى عايزه اقول لكم، انتوا شايفيني قاعده اعيد وازيد واغسل في الفواكه، لاني بص انا موسوسه جدا عشان كان عندي جرثومه المعده. واصلا حرفيا المفروض الفواكه تتعقم كويس، عشان بيبقى عليها ماده، اساسا العنب بيبقى في ماده بيضه كده بتبقى عليه، مهما تغسليه بتلاقيها برضو معلمه.
فلا بنقعه، بسيبه شويه وبنقعه بخل وميه، بروق عليه يعني. وبعد كده بصفيه كويس بقى من الميه، تمام. وبعد كده بحطه في التلاجة عادي جدا، عشان مالك حب ياخد حاجة. انا مثلا صحيت من النوم انا وانا نايمة وصحيت كده وريقي ناشف وعايزة اكل اي ثمرة فاكهة او كده، والله لو هي مش مغسولة هاكلها، عشان اكون صريحة معاكم يعني. فالصراحة بقالي فترة من ساعة ما جاتلي جرثومة المعدة دي، مش عارفة جاتلي منين اصلا، بس الدكتور بيقولي بقالها في معدتك 3 سنين. فلو هو قلت له نعم 3 سنين، يا اختي بقالها 3 سنين وانا معرفش. وطبعا عندي قولون عصبي وعندي مشاكل في معدتي متدمرة. فالحمد لله يعني اي حاجة نجيبها نغسلها. وهنا حبايبي بقى، انا ما كنتش عملت غدا، كان عندي بيتزاي قمر، كنت جايبه بيتزايتين امبارح فاتفضل منهم واحده، وكان عندي باقي محشي. فالحمد لله، وكانت احلى واجمل غدوه مع حبيب قلبي طبعا. وده كان فيديو النهارده يا بنات، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، الروتين كمان عجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رعاكم الله وحفظكم في امانه وحفظه دائما وابدا.